الله يسعد لي اياكم اخواتي. اليوم بدنا نعمل مع بعض اكله. احضرنا على حالنا شو بدنا نساوي، قلنا يلا نخترع لنا شي اكله. اي والله مثل ما انتم شايفين حبايبي، منظره وشكله حلو وطيب كتير كتير. وهي الخضرة المفرزة جبتها، كان في عندي بالفريزة، جبتها وحطيتها على الغاز لبين ما نشف كل الميات اللي بين الخضرة. لازم تنشف كل الميات، ولا تواخذونا مقربين حالتنا حالة. قلنا يلا خلينا ننشر هالفيديو. وبدنا نجيب التوابل اللي بدك اياها، اي نوع توابل بدك اياها وبتحبيها تحطيها بين الخضرة بعد ما نشفت المي طبعا. وحطيت لها شوية زيت، والتوابل اللي انا حطيتهم كانت كزبرة وكمون وفلفل اسود وتوم بودرة وماجي بودرة. وهيك بدنا نحركهم لبين ما يصيروا جاهزات وبتعرفي انه كلهم انطبخوا، يعني صاروا جاهزين. حطيت له شوية ملح كمان، لا تواخذونا على الصوت. وهلا هيك بعد ما تنشف المي، وهي العلبة كمان كانت عندي فيها ذرة وفيها فليفلة وفيها بازيلا. يعني جبت الخضرة اللي عندي واللي مفرزة واللي بالعلب. حبيت انه اعمل هيك خضرة مع جبنة وهيك بين الخبزة. والله بس طلعت طيبة كتير كتير. وهلا هيك طفينا الغاز، هلا هيك طفينا الغاز وخليناها. بدنا نقطع هاي الكوسة اللي بيناتهم، كل شي خضرة تكون هيك شوي قطعة كبيرة نفرمه نخليها قطعة صغيرة. وبس تبرد كتير جبت علبة تونة، هاي تون فيش حطيت بيناتهم. وطبعا هي اختياري كمان، إذا ما بدكم تحطوا التون هي بيرجع لإلكم، بس كان بيناته طيب كتير كتير. وهي بعد ما خلطنا كل شي مع بعض، التون مع الخضرة، وجبت الخبزات وقسمته هيك شقف. وأنا حبيت إنه الخبز يكون هيك يعني عطائين، أحسن ما أقلب الخبزة وهي طاقين وأقلبها تصير 4 طاقات. قلت يعني هيك أطيب والواحد بيتلذذ فيها أكتر هيك. وهلا هيك يعني الكمية الخبز اللي عندكم واللي بدكم تساووها، بس خلصتوها هيك قطع، منجيب ونفتح الخبزة هيك ونحط هي الخضرة ونحط لها الجبنة. يعني تقريبا بتصير مثل البيتزا بالخضرة وبين الخبزة. يعني الواحد بيحتار على حاله شو بده يساوي. يلا أمنا اخترع لنا لحالنا هالاختراع. الله يسعدكم يا رب. وهيك بدنا نعبي الخبزات لبين ما يخلصوا. والجبنة والخضرة على كيفكم، تزيدوا ولا تنقصوا. وحتى التون كمان مثل ما قلت لكم اخواتي، وهي اختياري اذا ما بدكم تحطوه بين الخضرة. بس يعني اذا حطيتوا التون بين الخضرة ما رح تندموا، بتطلع طيبة كتير كتير. هو صحيح يعني مقصرين معكم بهاي الفترة، لا بنزل فيديوهات ولا بفتح لايفات. الله يعيننا على المرض، صار لنا أكتر من شهر المرض ما بيطلع من البيت، لا السعلي ولا القريب الله يبعد عنكم وعنا وعن الجميع إن شاء الله. وهلا هيك بعد ما خلصنا الخبزات كلياتهم اخواتي، وبنجيب هذا الكباس، هذا المكبس الشاورما،
ونكبس الخبزات كلياتهم ما شاء الله بيطلعوا شغلة ما شاء الله. شوفوا الجبنة والخضرة كيف صايرة ما شاء الله، والله بتشهي. بنصحكم تساووها وبجنبها شوربة عدس. أنا ساويت بجنبها شوربة عدس وخبز محمص المقلي، طيب كتير كتير. أكلة خفيفة ونظيفة وما بدها لا لبكة ولا شي. وأهم شي ندهنها زيت، هو إذا دهنتوها زيت زيتون بيكون أحسن. وهلا هيك بعد ما خلصناهن وساوينا بجنبه شوربة عدس وهالخبز المحمص كمان، شوربة العدس والخبز المحمص طيب كتير كتير مع بعض. الله يسعدكن يا رب. شوفوا اخواتي المنظر.